يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الحضور الكريم، نطلب منكم وقفة دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا زلزال الحوز التي ضرب اليوم الثامن من شتاء من هذه السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أرجو من الحضور الكريم البقاء واقفين لتأدية النشيد الوطني المغربي. في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى لب نداء في فمي وفي دمها وكتر نور ونار إخوتي أيام للعلا سعيا نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. شكرا لكم. والآن سوف نبقى مع كلمة ترحيبية للسيد منير يحيوي المدير العام لجمعية جلوبال فاميلي. بسم الله والصلاة والسلام على المصطفى. أول شيء كنشكركم على الحضور ديالكم وكذلك على يعني تحمل أعباء السفر سواء المتطوعين ديالنا والشركاء ديالنا الاجتماعيين من داخل وخارج الوطن. أيضا
المؤسسات الاجتماعيه ممثله في كاع الجهات يعني اللي كتشارك معنا الهم والمسؤوليه المجتمعيه. شرفني الحضور في هذا الحفل البهيج وكذلك تكريمكم والفرحه بكم والفرحه معكم في هذا التكريم المتواضع. التكريم كيجي بناء على الخدمات الجليله المقدمه من جميع متطوعين ونشطاء المجتمع المدني وما عانوه في فتره الحرجه و يعني الصعبه للزلزال. فالفاجعه كانت مفاجئه على المغاربه، ولكن الحمد لله كنتوا ابطال وكنتوا يعني فرسان حقيقيون. انا دائما من نهار يعني فتحت او لا اسست جلوبال فاميلي كان دائما كنبحث على ليدرشيب او ما يسمى بالقائد. فالحمد لله دابا ما معاياش قاده، معايا الحمد لله فرسان وابطال بينوا الحنكه ديالهم والصبر ديالهم على تحمل المسؤوليه المجتمعيه الملقاه. فالعمل الاجتماعي التطوعي مسؤوليه، وهي مسؤوليه يعني قدام الله عز وجل. فانت عندك امانه كتحملها وعلى الاوزار ديالك امانه، وخاصك تكون يعني قدوه فيها ماشي غير تأديها. فما بالك انك تكون فارس وتكون سفير لها. فيشرفنا اليوم تكريمكم يعني بفرسان وكذلك سفراء التطوع. فالتطوع على المغاربه يعني ماشي حاجه جديده. إذ كنستحضروا انا الملحمه كنسميها ملحمه اللي دازت في الحوت، فهي ملحمه عظيمه يعني دارت واحد الاشعاع كبير عند حتى الناس خارج الوطن ما توقعوش يعني ذاك الفزعه وذاك الاستجابه السريعه للمغاربه اللي قاموا بها من طنجه الكويره. كلشي ضامن ما شاء الله. فاحنا في هذا التكريم نتوما نقولوا واحد النسبه ديال 0.00. كاين جنود خفاء، كاين ناس ما جاوش، كاين ناس يعني مغاربه من طنجه الكويره يعني ترفع لهم القبعه. بينوا حقيقه هذا الدم مغربي ديال بصح، والدم مغربي ديال بصح كتبان غير في الازمات، كتبان غير في الوعكات، كتبان غير في الحاجه. والحمد لله كان ابطال، وهاد الابطال جينا اليوم نتوجوهم وهما بيناتنا ما شاء الله عليهم وكيشوفوا فيا وكنشوف فيهم. الله يبارك فيكم والله يعشر خطواتكم، وفيهم اللي ما جاش فكل واحد ويعني الظروف ديالو. فغير هذه الملحمه اللي عشتها انايا وعشوها الاخوان وعشوها جميع النشطاء الاجتماعيين في الحوش، سمحوا لي نطول لكم شويه، كتذكرني باكبر عمليه تطوعيه كانت في المغرب. وقله منكم ربما اللي في العمل الاجتماعي ويقدر يعرف انه كانت واحد الملحمه تطوعيه وكانت مدرسه وكانت يعني مناره للعمل الاجتماعي، وكانت يعني تعتبر من اكبر العمليات التطوعيه في المغرب، الا هي المسيره الخضراء. والمسيره الخضراء جاءت تطوعيه، حتى واحد ما كان مبزز عليه باش يهبط ويلبي النداء. فكان قرابه او اكثر من 350,000 متطوع مغربي ومغربيه يعني خداو على اكتافهم المسؤوليه وحب الوطن. فكيف كنقولوا المغربي الحقيقي كيبان في الازمه، كيبان في الشده، كيبان في الوقت الحرجي. وهذيك الملحمه كانت درس، كانت كيف كنشوفوها دابا عاد كنفهموا الصوره ديالها. ربما حنا كانوا غير كيعاودوا لنا جدادنا ولا ربما كاين اللي عاشها كاين في الفتره او اللي سمع عليها وهو صغير ولا اللي عاودوا عليها، ولكن كانت مسيره. وكيخلاها المرحوم الحسن الثاني رحمه الله كان جهاد اصغر، حنا دابا في الجهاد الاكبر. الجهاد الاكبر ما كتحملوش غير الحكومه، كتحملوا حتى نتوما على الاعتاق ديالكم كمؤسسات، كفاعلين جمعويين، كمناضلين، كحقوقيين، كسياسيين. كل شيء على العاتق ديالو المسؤوليه المجتمعيه. بلادك هي الاولى، بلادك هي الاولى بما تقتضي وما يكلفك الا نفسك على قد الجهد ديالك.
فالحمد لله بالقليل درنا الكثير، والقليل راه فيه البركه. فهذاك الملحمه وهذاك كيف كنقولوا ذاك المدرسه اللي خلاها المرحوم الحسن الثاني، فهي جهاد صغير وحنا في الجهاد الاكبر، وغاديين على الدرب وغاديين على المسيره اللي رسمها ذاك الملك الذكي، ذاك الملك العبقري الله يرحمه ويغفر لجميع سلاطين الدوله العلويه. وايضا انتوما الخير كله ان شاء الله، انتوما الامل ديال هذا البلاد. عمركم ما دائما رسم في بالك هذا وديروا في بالك وسير عليه، وما تسمعش الاصوات الفاشله، كنقولها اصوات اليائسه اللي يأسوا. دائما عندك تيقن حاجه كديرها وكتامن بها كيفما كان، دراسه، عمل، اي حاجه في حياتك امنتي بها صبر عليها. راه حلاوه الحاجه كتجي بالصبر ديالها. نتوما صبرتوا وخديتوا التحدي. كاين الحمد لله كاين اللي يقدر غير يمشي نهار ويرجع في المعسكر الطبي، وكاين ما شاء الله عليه اللي قدر يعني يتصابر انه يوصل 7 ايام في ظروف جد صعبه، لا انترنت لا تليفون لا كهرباء لا ماء. في الايامات الاولى كانت الوضعيه جد صعبه، كانت باقا انهيارات ديال الاتربه وديال الحجار من سميتو. فتمركزتوا في إيغي بؤرة الزلزال. كان معسكر يعني رائع، كانوا متطوعين ما شاء الله عليهم، يعني كل شيء دوروا، كل شيء كان جندي. فتحية لكم جميعا، تحية لكم، تصفيقة لكم كاملين كل شيء. أيضا ما ننساوش القوات المسلحة ما شاء الله عليها المغربية اللي تاج فوق راسنا تحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله. كانت يعني قبل البلاء الحسن. نعم. كانت تضحيات، حنا شفناهم تكرفصوا، كاين اللي تهرس، كاين اللي طاح، كاين اللي الشاحنه ديالته يعني تقلبات بهم، كاين امور كثيره. فهنا كيبينوا انه راه عندنا ابطال في المغرب نحتذيوا بهم، ما نشوفوش غير الكاس الخاوي، ما نشوفوش غير الكاس الخاوي. عندنا ابطال وعندنا عباقره وعندنا مغرب يعني ليس له نظير، ليس له نظير. غير من نشوف هاد الملحمه التضامنيه الاجتماعيه عرف ان المغرب بخير، وما نشوفوش الفارق فيه. فبصفتي وبصفه يعني كرئيس ومؤسس جلوبال فاميلي والمكتب المؤسسي وكذلك المتطوعين معنا، كنشكركم من الاعماق، ونقول لكم ان هذه فقط البدايه، مازال المسيره لم تكتمل، ما زالت المعاناه لدينا. يعني غير من بعد القوافل اللي درنا، هناك عشرات طلبات من القوافل الطبيه، وايضا التضامن الاجتماعي. الناس محتاجين المساعدات، محتاجين العديد من التضامن المجتمعي بيناتنا. فالمعاناه يعني ليست وليده اللحظه بالزلزال وماشي جديده، ولكن المسيره الخير، مسيره العطاء بغينا تستمر فيكم. فجبناكم هنا باش نقول لكم راه باقي ما يدار، باقي فين نعاون، باقي فين نجريو، ما بيش ديالكم يمشي بكينيرجي، باقي ما يدار. فالمجتمع باقي باغيكم، والناس يعني في الحوز الاخص كاين هشاشه، كاين واسمحوا لي نفوت عليكم، وشكرا لكم مره اخرى. شكرا، السلام عليكم. كل الشكر للسيد منير اليحيوي رئيس جمعية جلوبال فاميلي على كلماته الراقية المؤثرة الوطنية. ليلة الجمعة وفجر يوم السبت اهتزت عدة مناطق مغربية زلزال شعر به كل سكان المنطقة، لكن البؤرة تمركزت بجماعة إيغيل بإقليم الحوز. لنشاهد الآن هذا المقطع المصور الذي يلخص الأحداث المأساوية التي عاشتها المملكة المغربية ليلة الجمعة وفجر يوم السبت 8 سبتمبر. فجر السبت تهتز منطقة أداسيل في إقليم الحوز
جنوب مراكش في المغرب. زلزال شعر به سكان الرباط والدار البيضاء والمحمدية وأكادير أيضا، وترافق مع هزات متتالية. حدد مركز الزلزال في منطقة جبلية تبعد نحو 550 كيلومترا عن المنطقة التي تلتقي فيها الصفيحتان الإفريقية والأوراسية. بلغت قوته 7.20 درجة على مقياس ريختر بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب. وبينما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركز الزلزال على عمق 18 كيلومترا، قالت وكالة الزلازل المغربية إن عمقه 8 كيلومترات. وكلتا الحالتين تعني أن الزلزال قريب من سطح الأرض، وبالتالي آثاره النظام وفرق الوقاية المدنية وكذا القطاعات الوزارية المعنية بالأساس، تعزيز الوسائل وفرق البحث والإنقاذ من أجل تسريع عمليات إنقاذ وإجلاء الجرحى، تزويد المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب، توسع غذائية وخيام وأغطية على الاستئناف السريع للخدمات العمومية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نشرت القوات المسلحة الملكية بشكل مستعجل وسائل بشرية ولوجستيكية مهمة جوية وبرية وكذا وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق للبحث والإنقاذ ومستشفى طبي جراحي ميداني. شكرا على انتباهكم وعلى حسن تتبعكم لهذا المقطع. الآن يحضر معنا الفنان القدير، الفنان الرائع، الفنان الجميل السيد هشام تلمودي، فنان عزف مختلف الأساليب والسجلات العربية الكلاسيكية والعصرية، الفنان الذي يلقب بسفير التراث المغربي لاشتغاله على بلورة الموروث الثقافي، أبى إلا أن يشاطرنا هذه اللحظات الإنسانية ويسمع ويطرب مسامعنا بفنه الراقي. أدعوكم وأدعوكم أن تستمتعوا بهذه الوصلات الموسيقية مع الفنان هشام تلمودي.
الله عليك. برافو برافو. شكرا للفنان الكبير
الأستاذ هشام التلمودي على هذه المعزوفة الرائعة. الآن سوف تقدم جلوبال فاميليز هدية بسيطة مع شهادة لشخصكم أستاذي، وسيقدمها الأستاذ منير الرحياوي، فليتفضل مشكورا. هب المغرب ملكا وشعبا لربط الجسور الإنسانية والتضامن مع سكان المناطق المتضررة، وانخرط المجتمع المدني منذ الساعات الأولى للكارثة في دينامية تضامنية أذهلت العالم برمته وبرهنت مع الاستثناء المغربي. منذ الساعات الأولى للكارثة قامت جلوبال فاميلي بمعية جمعيات عديدة برفعهم على احتواء أي مشكل كيفما كان، الذين ضحوا بأوقاتهم وأنفسهم من أجل مساعدة إخوانهم في المناطق المنكوبة. هؤلاء الأوطان هم أنتم، من شمال إلى صحرائه. شكرا لكم. والآن سوف نبقى مع المقطع التصويري الثاني الذي أبان، من خلاله سنتعرف على هؤلاء الأبطال وما قاموا به بهذه المناطق.
ويرسم البسمة على وجوه المتضررين ويعيد الثقة في الإنسانية. وقد قضوا حوالي 10 أيام بالمعاناة الطبية. هذه 10 أيام كما شاهدنا في هذا المقطع المصور 10 أيام من التضحية، 10 أيام دون احتساب ما ستؤول إليه الأمور، 10 أيام تضحية من أجل إنسان، 10 أيام كانت تثلج القلب وتثلج الصدر، 10 أيام من الهم، 10 أيام والتفكير في الآخر دون مراعاة ما سيقع لنفسه. شكرا لكم أيها الفرسان، شكرا على هذه الوطن، وشكرا على هذا العمل المحمود الذي نشيد به كمغاربة، والذي شيد به العالم ككل وشهد به. وقد قال لكم الملك كلمة في حقكم: لقد كنتم أبطالا أبطالا أبطالا. والآن سنمر للاحتفاء بهؤلاء الأبطال، وسوف نفتتح هذا الاحتفاء بالدكتور عماد أقسيطي، الدكتور الذي ضحى كثيرا، الدكتور المعروف بطبيب الفقراء، الذي كان على رأس اللجنة الصحية بجمعية جلوبال فاميلي، فليتقدم مشكورا. سيقدم له هذا الدرع مع هدية أو شهادة السيد سعيد عيد المحجوب، فليتقدم مشكورا. كذلك السيدة التي أبانت على حسها الوطني وكانت أيضا حاضرة في هذا العطاء، الدكتورة السيدة أميمة حضري، فلتتقدم مشكورة. سوف تسلم لها هذا الدرع. سمير، طلب سمير ولا سميرة؟ يا سميرة
وننادي الآن على السيدة ياسمين عيد الحسن. ستقدم لها الهدية السيدة كريمة ميس، فلتتقدم مشكورة. علي ياسمين.